السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الأمور تتعقد بالنسبة للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، حيث وبعد أن قامت شركة الوان سبورتيف الأمريكية بإنشاء القميص الخاص بالمنتخب الكاميروني الذي سيشارك به في مونديال 2022، ولكن آه، على مقابل ذلك فإن الشركة الفرنسية لوكوك سبورتيف قامت ب يعني محاكمة الاتحاد الكاميروني أو محاكمة إيطو على هذا يعني هذا القرار الذي قام به لوحده من طرف واحد. فالمحكمة الرياضية أو المحكمة التجارية في فرنسا تقوم بكامل يعني الأوامر من أجل رجوع إيطو إلى الشركة الأولى التي كان يحملها القميص المنتخب الكاميروني وهي الكوك سبورتيف. والأمور تتعقد بالنسبة للمنتخب الكاميروني، وعلى هذا الفعل الذي قام به إيطو بفسخ عقده من طرفه فقط، من طرف الاتحاد الكاميروني، فسخ عقده مع لوكوك سبورتيف. والآن يعني الأمور أصبحت معقدة جدا، وقد يأمر الاتحاد كرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم عفوا، يأمر إيطو بالرجوع إلى الشركة الأولى الخاصة بالمنتخب الكاميروني وهي شركة لوكوك سبورتيف، خاصة وأنها قد ربحت قضيتها ضد الاتحاد الكاميروني. ولكن إيطو يعني يتعند وهو على قراره، ما زال ثابت على قراره بالاستمرار مع شركة الوان سبورتيف المصنع التي قامت بإنشاء القميص الخاص بالمنتخب الكاميروني في الكان أو في الخاص بمونديال قطر 2022. وهذا أمر غير جيد. الاضطراب يستمر، وقد تقصى الكاميرون في الساعات القادمة من مونديال قطر 2022 إذا لم يتراجع إيطو على هذا الفعل الذي قام به، وهو فسخ العقد مع لوكوك سبورتيف من طرف واحد، من طرف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. وخاصة وأن لوكوك سبورتيف ربحت هذه القضية في المحكمة الكروية، المحكمة التجارية بفرنسا. يا إخواني، أيضا هذا يعني أمر يعني إيجابي بالنسبة للمنتخب الجزائري إذا أقصيت الكاميرون يستعيد حقه المسلوب منه من طرف الأخطاء التحكيمية، أو يعني الذي كان سببها غصامة كما قال العديد من الصحفيين والمحللين الكرويين، وخاصة التصريح الذي خرج به نجم المنتخب الجزائري رياض محرز بأن أن غسامة هو يعني لعب دورا كبيرا وحاسا في إقصاء المنتخب الوطني الجزائري من المونديال. وإذا لم يتفاهم وإذا لم يتراجع إيطو على القرارات التي اتخذها، قد تقصى الكاميرون في الساعات القادمة وتتأهل الجزائر إن شاء الله، ويعني تأخذ حقها المسلوب أو تسترجع حقها المسلوب منه، وهو حقها في التأهل إلى المونديال، لولا الأخطاء التحكيمية والمجزرة التحكيمية التي قام بها يعني الحكم غسامة. وهذا يا إخواني سوف نوفيكم بالجديد إن شاء الله في الساعات القادمة، ونأمل بأن نتأهل نحن ونأخذ حقنا. لما لا نأخذ حقنا المسلوب منا، الحق الكروي والحق التأهل المسلوب منا من طرف الحكم غاساما، والذي لعب دورا كبيرا في إقصائنا. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله.